بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه قوي، طبعا مش كل الناس بتحبها وفي ناس بتعشقها. اللي هي العكاوي بالشكل كده، اللي ما يعرفش شكلها بالشكل ده كده. واللي ما يعرفش هي ايه فانا مش هقول برضو عشان لو حد مش بيحبها ما يقرفش. هي بتيجي بالشكل ده كده، هي يعني ايه؟ يعني كام قطعه هي؟ ادي 3 ودي 4، هي 7 قطع بالشكل ده كده. طبعا يعني على ما اعتقد ان هي على حسب الطول بتاعها، يعني مش عارفة بقى الطول ده يوديها لغاية فين. هحط معاها طماطمايه واحدة وشوية كده ورق لورا ورشة جوز الطيب بالشكل ده كده. هحطها تتسلق، يعني هسلقها وبعد كده هبدأ اعملها طاجن. يعني انتوا هتشوفوها ان شاء الله معايا مرحلة مرحلة بإذن الله، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم طريقتي فيها قوي. ودي لحمه للي ما بياكلهاش طبعا، دي لحمه للي ما بياكلهاش. هحطها برضو معاها في نفس الطاجن، يعني ايه؟ هتبقى حلوه باذن الله، يعني يعني ان شاء الله باذن الله هتتاكل. هتشوفيها بقى معايا ان شاء الله بطريقتي، وان شاء الله تحبيها وتعمليها. وهنشوف دلوقتي الميه وهي بتغلي دلوقتي، يعني انا حطاها من بدري علشان يعني ايه، اسرع من السوا بتاعها. ودي المية كده خلاص دخلت في الغليان. احطها بقى كده بالشكل ده كده، هسيبها تغلي بقى، هسيبها تغلي لغاية ما تستوى، يعني تستوي خالص. وبعد كده بقى هوريكم المرحلة بتاعتها هتبقى ايه. ادي بالشكل الحلو ده كده. هي طبعا مغسولة ونضيفة قوي، فان شاء الله تبقى يعني ايه ريحتها حلوة. واحط معاها شوية كده فلفل اسود وهي بتتسلق علشان يديها ريحة، ورشة جوز الطيب طبعا ما تنسيهاش. وما تنسيش حبيبة قلبي لازم تحطي معاها كده ليمونة، هي دي كانت عندي في الفريزر، حطيها بس كده عشان الزفرة، لو فيها اي ريحة زفرة او حاجة تروح. ماشي. خلاص كده الكوارع استوت خلاص، يعني هي خلاص دخلت في السوا خالص بالشكل ده كده. طبعا البخار مظبط الدنيا. نطلعها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه بعد كده، بس هي كده خلاص زي ما قلت لكم كده خلاص استوت. نطلعها بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا بينا نحضر بقى البرام بتاعنا الحلو ده اللي هنعمل فيه العكاوي بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده طلعناها من الحلة خلاص، وهنبدأ بقى ان احنا إيه نتبلها كده ونظبطها وندخلها الفرن بقى بإذن الله. هنا بقى جبنا بصل مقطعاه كده مكعبات بالشكل ده كده كبير شوية، وطماطم مكعبات برضو، وفلفل اخضر بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب كده العكاوي واحطها كده، هي زي ما انتوا شايفين هي مستوية خالص اهي دايبة. بالشكل ده كده احطها كده بالشكل ده كده. طيب الطماطمية اللي كانت معايا دي برضو هسيبها موجودة معاها برضو. هتبل بقى، اتبل شوية فلفل كده حلوين. هنحط هنا بقى شوية بهارات بقى، بابريكا وبهارات مشكلة ورشة كده جوز الطيب وورقة لورا. هنحطها كده عليها كلها كده بالشكل ده، بالشكل ده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هجيب بقى معلقة سمنة حلوة كده واعملها بيه. هنقلبها بقى فيها كلها بالشكل ده كده. هنقلب كده، يعني حاولي بقى تقلبي من فوق لتحت كده عشان نتبلها. انا هسيبها تتبل مع بعض كده شويه مع البصل بالشكل الجميل ده. بس كده
اخلي كل المكونات كده تدخل مع بعضها. بالشكل ده. كده هسيبها تتبل كده شوية، وبعد كده ادخلها الفرن بالشكل الجميل ده. ظبطي بقى ملحها، لو ملحها مش متظبط يعني انا هرش حبة بسيطة كده عشان انا كنت متبلاها. بس كده اسيبها بقى تتبل حبة، وبعد كده ادخلها الفرن واوريها لكم بقى لما تخرج خالص. شايفين بقى الحلاوة والطعامة دي؟ شايفين؟ لسه بقى ما استواش، لسه ياخد وقته كده في الفرن عبال ما يستوى ونرجع له تاني. شايفين بقى الطاجن بقى عامل ازاي في الاخر؟ ما شاء الله تحفة، وريحته جميلة جدا وطعمه اجمل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنغرف بقى يعني مع رز بقى بشعرية وبتنجان مخلل وكده، وعيشي حياتك بقى. بتمنى ان وصفتي النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. بتمنى كل اللي شاف الفيديو يدعمني بلايك واشتراك حلو كده منكم، علشان اكمل باذن الله وصفاتي والقناة تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله. مع السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.